أهلا بيكم متابعينا، أتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. بيبدأ الفيلم بويليام اللي بيكون مع خطيبته وبيتكلموا عن حياتهم المستقبلية والأبيض اللي هينورها، بس بيجي لويليام تليفون شغل فبينزل بسرعة وسط المطر، وعشان كان مستعجل جدا بتيجي عربية وبتخبطه. وبنروح لبنت جميلة ونشيطة اسمها لويزا، واللي بتكون شغالة في محل حلويات، لكن صاحب المحل بيديها بقية حسابها عشان هيقفل المحل لأنه ما بقاش يكسب والدنيا باظت معاه. وعشان كده لويزا بتبدأ تدور على شغل لأنها بتشارك مع عيلتها في مصاريف البيت وباباها مش بيشتغل. وبتقابل لويزا حبيبها بات اللي هو شخص رياضي وبيحاول يديها طاقة إيجابية، وبتسيب لويزا بات وبتروح على مكتب التوظيف عشان تشوف شغل جديد. بس صاحب المكتب ما بيلاقيش ليها غير شغلانة واحدة بس، وهي إنها ترعى شخص عاجز والمرتب بيكون كويس جدا. وبتقرر لويزا إنها تقبل الشغل ده، ومامتها بتساعدها تلبس وتظبط نفسها بلبس فورمال من بتاعها. وبتركب لويزا الباص وبتروح على المكان اللي فيه الشخص ده واللي بيطلع قصر كبير جدا. وبتتقابل لويزا بمقابلة فورمال جدا، وبتبدأ مسؤولة القصر مامة ويليام تسألها عن مهاراتها، بس لويزا ما بتعرفش ترد لأنها أول مرة تشتغل الشغلانة دي. فبتقرر مامة ويليام تديها فرصة وتجربها، وبتبدأ تفرجها البيت وبتعرفها على كل حاجة فيه. وبعدين بتعرفها على ويليام اللي بدأ يرخم عليها ويخوفها ويعمل حركات بوشه تخوف عشان هو كان متضايق من وجودها. لكن الممرض بتاع ويليام أسان بيهديها وبيبدأ يطمنها وبيعرفها كل حاجة عن أدوية ويليام ونظام أكله ونومه، وبيسيبهم مع بعض. وبتحاول لويزا تتعامل مع ويليام وتتكلم معاه وتفرحه، بس هو بيصد كل محاولاتها. بس لويزا مش بتيأس من طريقته وبتحاول تكون لطيفة معاه لأنها كانت محتاجة الشغل علشان أختها قالت لها إنها عايزة تدخل الجامعة، وده معناه مسؤولية وفلوس أكتر على لويزا. وفي يوم بتروح لويزا شغلها في قصر ويليام فبتلاقي خطيبته أعز أصدقائه موجودين وبيقولوا لويليام إنهم ارتبطوا، وده بعد ما حاولت خطيبته إنها تساعده شهور طويلة، بس هو كان رافض ومستسلم للاكتئاب والحالة اللي هو فيها. وعشان كده هي ما قدرتش تكمل معاه. وويليام مش بيفرح بوجود خطيبته وصاحبه، وبعد ما بيمشوا بيكسر كل الصور اللي كانت بتجمعهم وبيرميهم على الأرض، والإزاز بيملى المكان. ولويزا بتتضايق جدا عشان اللي حصل مع ويليام، فبتروح تتكلم مع حبيبها الرياضي بات وبتحكي له على كل حاجة. بس بات بيعرض على لويزا إنهم يسافروا سوا في أجازة للنرويج، وبتفرح لويزا جدا لأنها كانت فاكرة إنه عاوز يفسحها. بس أول ما بيقول لها إن السفر ده عشان مسابقة رياضية وإن الفسح مش هتبقى زي ما هي متخيلة، بتتضايق لويزا، لكن في الآخر بتقبل. وبتروح لويزا شغلها، وبيكون ويليام بيتفرج على المطر من ورا الإزاز، وفجأة بيقول للويزا يلا شغلي فيلم فرنساوي واتفرجي معايا. بس لويزا مش بتكون بتحب النوعية دي من الأفلام، لكن هو بيقنعها تتفرج معاه وبتتأثر خالص بقصة الفيلم. وعشان كده بيبدأ ويليام يفتح معاها كلام بشخصيته الكئيبة اللي بتحب العزلة، ولويزا اللي كلها نشاط وحماس. وبتروح لويزا مع ويليام الفحص النص سنوي في المستشفى، وهناك بتعرف إن حالة ويليام ميؤوس منها وإنه مستحيل يخف، فبتتأثر لويزا جدا وبتتعاطف معاه وبتقرب له أكتر. وبعد كده بنشوف ويليام بيتعب بسبب الجو البارد والتلج، وعشان هو حالته مش عادية فبيكون وضعه صعب. وبيجي الممرض بسرعة عشان يبقى جنب ويليام ويحاول يساعده، وبعد ما بيخلص بيمشي وبيسيب لويزا جنبه تراعيه وتاخد بالها من حالته. وكانت لويزا بتبات معاه كمان. وفي مرة ويليام نايم مسكت لويزا اللابتوب وفتحته، فشافت عليه فيديو كان أصحابه عاملينهوله، والفيديو ده كان مبين قد إيه ويليام كان شخص نشيط وبيحب المغامرات والسفر. ولكن طبعا الحادثة غيرت كل ده، وبيخف ويليام ولويزا بتقرب منه أكتر وبيحصل منهم كلام كتير. وبالصدفة بتسمع لويزا مامة ويليام وبابا بيتخانقوا، وده لأن ويليام قدم طلب للمحكمة عشان ينهي حياته كنوع من أنواع القتل الرحيم. وبابا ويليام كان موافق عشان يريحه، بس مامة ويليام ما كانتش موافقة عشان هي مش مستعدة تخسر ابنها بأي شكل من الأشكال. ولويزا كانت موافقة على كلام الأم، وعلشان كده بدأت تروح المكتبة وتقرأ كتير عن الحالات المشابهة لحالة ويليام عشان تساعده. وكمان بدأت تخرجه، وأخدت لويزا ويليام وراحوا سبق الخيل. بس اليوم كان مكركب وحصلت خناقة، وده بسبب إنهم دخلوا المطعم المخصص لأعضاء النادي. ولويزا بتصر على رأيها
لأن لادام المطعم فاضي ليه ما تاكلش. وبعد ما خلصت الخروجة والخناقة فكرت لويزا ازاي تعوض ويليام عن اللي حصل، فأخدته وراحت الأولكسترا واستمتعوا جدا وقضوا يوم لطيف. وبعد كام يوم بيكون عيد ميلاد لويزا وكانت عازمة ويليام مع خطيبها، وبنلاحظ ان في بينهم ندية، وده علشان بات بيشوف لويزا وهي بتأكل ويليام بالشوكة. وبعد ما بيخلص العيد ميلاد وبيطفوا الشمع بيقدم ويليام للويزا هدية جميلة وهي شراب طويل برسمة النحلة، وكانت لويزا سعيدة جدا بهديته لأن كان نفسها في الشراب ده بس المصنع اللي كان بيعمله قفل، وعشان كده ويليام لجأ لحد يعمله لها مخصوص وده فرحها جدا. وبعد كام يوم بتوصل على قصر ويليام دعوة فرح خطيبته القديمة على أعز صديق ليه، وويليام بيتضايق بس بيقرر يعمل إنه مش في دماغه وبيغير الموضوع وبيتكلم مع لويزا وبيتفقوا يروحوا رحلة للقلعة، وهناك بيستمتعوا جدا وبيقول لها إن المكان ده كان مفضل ليه جدا في طفولته. فبتسأله طيب مكانك المفضل إيه دلوقتي؟ فبيرد ويليام وبيقول لها إنه يفضل يشرب قهوة قوية في أي مقهى في باريس. وبيقرر ويليام يحضر فرح الإكس بتاعته وبيقول للويزا تعالي معايا، وبتضحك وبتوافق. وبترجع لويزا البيت فبتلاقي مامتها وباباها على سنجة 10 وخارجين يحتفلوا عشان باباها جاله شغل أخيرا، وتقريبا كده الشغل ده جاله بعد ما ويليام عرف أزمته يوم عيد ميلاد لويزا. ولويزا بتتصل بويليام وبتتأكد إن هو اللي جاب لباباها الشغل، فبتسأله ليه عملت كده؟ فبيقول لها علشان ما تبقيش شايلة مسؤولية عيلة كاملة على كتفك، وطلب منها تشوف نفسها شوية. وبعدها بكام يوم بيروحوا الفرح اللي مش بيكون لطيف جدا في بدايته، وده لأن دي أول مرة ويليام يبقى وسط الناس بالكرسي المتحرك، وكمان ترحيب الناس بيه بيكون مش اللي هو. عشان كده لويزا بتقرر تخرج ويليام من اللي هو فيه وبتقول له يلا بينا نرقص، وفعلا بيرقصوا بس بطريقتهم الخاصة اللي اخترعتها لويزا، وبيقضوا وقت سعيد جدا بيستمر للصبح لدرجة إن مامة ويليام بتقلق عليه. وبعد كده لويزا بتقابل صاحبها الرياضي باك وبتقول له إنها مش هتقدر تسافر مع رحلته للنرويج، وبتتحجج إنها لازم تسافر مع ويليام وعشان كده بتحصل بينهم مشكلة. بس بيجي للويزا رسالة بتقول لها إن ويليام تعبان جدا وراح المستشفى، فبتجري لويزا تشوف فيه إيه، وبتفضل لويزا ومامة ويليام قاعدين معاه وقت طويل في المستشفى. وبيمر الوقت وبيجي الوقت اللي ويليام بيقرر فيه إنه ينهي حياته، بس لويزا مش بتكون قادرة تتقبل اللي ويليام عايز يعمله في نفسه. والممرض بتاع ويليام بيدخل في الكلام وبيبدأ يشرح للويزا قد إيه مرض ويليام صعب ومؤلم جدا، وبيشرح لها حالته النفسية إزاي بتبقى تحت الصفر. لكن لويزا برضه مش قادرة تتقبل الكلام ده، وبتبدأ لويزا تحضر لرحلة ما قبل التنفيذ وبتحاول تعمل أقصى جهدها عشان تخلي ويليام يحب الحياة تاني. وبات بيكون عند لويزا في البيت معزوم على عشاء رومانسي عشان يعتذر لها، لكن بيشوف على الترابيزة ورق تحضيرات الرحلة اللي هي عاملاها، فبيتضايق جدا إنها هتروح تتفسح مع حد غيره وبيبدأ يعاتبها. فلويزا بتقول له إن ويليام محتاج لها، لكن بات بيقول لها وأنا يعني مش محتاج لك. فلويزا بتسكت وبيسيبها بات وبيمشي. وبيجي يوم الرحلة وبنشوف الممرض بيعجب بواحدة وبيخرج معاها، وكمان ويليام ولويزا بيقضوا وقت جميل مع بعض وبيتبسطوا جدا وبيقربوا من بعض قوي. وبيجي الليل وبيكون الجو مش أحسن حاجة وبيكون في برق ورعد ومطر وحاجة آخر ساعة، فبيطلب ويليام من لويزا تفضل معاه في الأوضة وبيقربوا في الوقت ده من بعض أكتر. وبعد كده بيحاول ويليام يبسط لويزا باقي الرحلة وبيستمتعوا جدا وبيخليها تعمل حاجات مجنونة هي كانت بتخاف منها. وفي آخر ليلة من الرحلة بيبدأ ويليام ولويزا يتكلموا سوا وبتطلب منه إنه لازم يكمل علشان خاطرها، وبتطلب إنه ما يستسلمش، بس هو بيقول لها إنه مش هيقدر، وبيقول لها إن حتى لو هو مبسوط دلوقتي بس مش هيكون بصحته، وبيقول لها إنه مش هيعرف يبسطها زي الناس العادية وإنه مش عاوز يظلمها معاه. ولويزا بتسمع كلام ويليام وهي منهارة ومتأثرة جدا، وويليام بيقول لها إنه بعد الرحلة هيروح سويسرا عشان ينفذ قرار القتل الرحيم وبيطلب منها تروح معاه، بس لويزا بترفض بشدة وبتفضل ساكتة طول الطريق لحد ما بترجع بيتها وبتتكلم مع أهلها وبتحكي لهم اللي حصل. بس باباها بيقول لها انت كان لازم ما تسيبيش ويليام في الوقت الصعب ده، فبتسافر لويزا وبيقضوا آخر يوم مع بعض. وفي النهاية بنشوف لويزا قاعدة في مقهى في باريس وقدامها قهوة قوية وماسكة جواب ويليام وبتقراه بصوته في دماغها، وهو بيطلب منها تستناه في المقهى عشان يفضلوا مع بعض على طول ولو بس بأرواحهم. ولغاية هنا بيخلص فيلم النهاردة. أتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. سلام.